عندنا أيها الإخوة في اللغة العربية همزتان، همزة تسميها العرب همزة قطع، أو علماء اللغة العربية سموها همزة قطع، وهمزة أخرى سموها همزة الوصل، وسماها الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله سلم اللسان. تحدثنا عن همزة الوصل التي يؤتى بها للتمكن من البدء بحرف ساكن، لأن العرب لا تبدأ بحرف ساكن ولا تقف على حرف متحرك، هكذا لغتهم. بقي أن نتكلم على همزة القطع. همزة القطع سميت هكذا للتفريق بينها وبين همزة الوصل. همزة الوصل في درج الكلام وفي وصل الكلام تسقط، فنقول مثلا بدءا نقول أسكن، وإذا وضعنا قبلها واوا أو فاء نقول واسكن، أو نقول فاسكن، فتسقط الهمزة وصلا. أما همزة القطع فهي ثابتة في بدء الكلام وفي وسط الكلام، ثابتة إن كانت الحرف الأول في الكلمة أو كانت في وسط الكلمة أو كانت في آخر الكلمة، يعني بالخلاصة هي ثابتة دائما، لذلك اسمها همزة القطع. هذه الهمزة نرى على اللوحة التعليمية لهذه الليلة تعريفها وبعض الأمثلة لها. نرى على اللوحة همزة القطع هي الهمزة التي تنطق في بدء الكلام ووصله ووقفه، نحو، لاحظوا السطر الأول همزة جاءت في أول الكلمة، أتى، لو وضعنا قبلها واو نقول وأتى، أوتوا، لو وضعنا قبلها واو نقول وأوتوا، فهي منطوقة دائما. إن، لو وضعنا قبلها واو نقول وإن، إذن هذه الهمزة منطوقة دائما. السطر الثاني الهمزة جاءت في وسط الكلمة، فأراد، هنا سبقت بفاء، يؤمنون، هنا جاءت الهمزة ساكنة وقبلها ضمة، ومع ذلك فهي ثابتة. بإذنه، الهمزة مكسورة وقبلها مكسور. الأمور، جاءت الهمزة مضمومة وقبلها ساكن. إذن لاحظوا كل هذه الأمثلة الهمزة منطوقة دائما. السطر الأخير جاءت الهمزة متطرفة في آخر الكلمة، يشاء، قروء، وجيء. لاحظوا بأن جيء الهمزة على السطر منطوقة، والياء التي قبلها أيضا منطوقة، وأما الألف فزائدة رسما مكتوبة هكذا كتبت بين يدي رسول الله، ولكن لا تنطق هذه الألف. وجيء. المثال الأخير نبئ، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ. لاحظتم أيها الإخوة؟ إذن السطر الأول الهمزة في أول الكلمة، السطر الثاني في وسط الكلمة، السطر الثالث في آخر الكلمة، وفي كل هذه الأمثلة الهمزة منطوقة، إذن هي همزة القطع. هذه هي همزة القطع أيها الإخوة، أمرها سهل، يعني فقط أننا ننتبه أنها منطوقة دائما. علامتها أن نجد الألف مثلا أو الواو أو الياء التي هي كرسي للهمزة، الهمزة فوقها، همزة التي قلنا إن الخليل بن أحمد اخترع لها صورة وهي رأس حرف العين، حرف العين هكذا، فالخليل بن أحمد قال إن حرف العين قريب المخرج من الهمزة، آأع آأع، فأخذ صورة حرف العين وقطع رأسه وجعل الجزء العلوي صورة للهمزة، فهو الذي اخترع صورة للهمزة. وقبله ما كانت تكتب الهمزة، كان يكتفى بالألف أو بالواو أو بالياء.